يعطيكم العافية وبتمنى لكم كل التوفيق. أنا يمكن كتير قليل أو بحياتي حتى ما طلعت ولا بفيديو شخصي إني أحكي عن أي قضية وعن أي موضوع. طبعا زي ما أنتم شايفين هاي القدس الحبيبة اللي حتى ولو هي خاضعة للاحتلال إحنا مش عم نحافظ عليها صح بكل الأشكال بكل الأنواع. الموضوع اللي كنت حابة أحكي فيه اليوم إنه بلاحظ أولا لما سمعت ريهام عياد إنها حكت عن الذباب الإلكتروني، بلاحظ كمية المدح بأحمد الشرع رئيس سوريا الجديد الداعشي اللي عملوه رئيس سوريا طبعا. فبقولوا إنه ذباب إلكتروني. هلا أنا ما بدي أبرر من هون من عندي لا، هلا هو فعلا في ناس لسه متأثرة فيه لأنه في ناس أنذال يعني حثالة ما عندهمش ضمير عادي لو ينصروا واحد زي هاد حتى لو ذبح كل الأقليات وما بالنسبة لهم طالما هم بالسليم يعني ما. بس الأغلبية العظمى هدول مدسوسين فعلا مجندين لحتى يضلوا يمدحوا فيه. ملاحظ هذا الإشي، أنا صرت ملاحظته بالأول كنت أقول لا مش عشان موقفي منه، بس هلا صار ملاحظ بشكل واضح. ورقته انحرقت عند السوريين، ما فيش إشي قدمه للبلد ما بشكل عام يعني. على مش هون موضوعي، موضوع التافه اللي ضلوا يحكوا لك إنه أصله يهودي. هالهبل هذا بكفي خلص لكم تحكوا بهي الطريقة الهبل. بوس ايدكم. هلا انا بسمعت باحث بحبه كثير وبحترمه وكل كلامه صحيح مليون في المية وبتابعه، هو باحث يعني بحث لسنوات لوصل لكل هاي المعلومات. وبالمناسبة هو لا انه سني ولا انه شيعي، هو على مذهب آل بيت النبوة بالطريقة التي فيها العلوم الصحيحة وكل هذا الحكي، مع الاحترام للسنة المالكيين لأنه السنة المالكيين هم اللي بيحبوا آل بيت النبوة. السلفية والحركات السياسية الدينية هاي كلها حدث ولا حرج، هاي أساءت للإسلام وهي زورت الإسلام واللي بيمدحوا بالصحابة على العمى. لأنه هذه قضية شيء أنت عارف الناس فيش منها أمل لما تناقش فيها، بس ظهرت كتير حركات رائعة حتى جوا سوريا نفسها الحمد لله يعني. خلص ما هم الناس امتى وعيت بالضبط؟ لما خلص وقع النظام عرفت صحيت على كل اللي كانوا عايشينه. ماشي كانوا عايشين في بلد واحدة بس كل واحد بده يستهبل عشان يغطي مشان مصلحته مع الحزب الفلاني او التوجه الفلاني. في شخص سوري هيك ابيضاني بيطلع بيحكي كيف انه صحيح بخاري وكل هذه التفاصيل. طبعا انا عندي اياه واشتريته وبقرا بحب اقرا باستمرار بس للاسف انشغالي بالوقت يعني. لما اقرا واتفحص بجيب لكم احاديث جميله والواحد يقراها ويفهمها صح ويعني تكون صحيحة مليون في المية. أنا هذا رأيي وهيك أنا بشوف هيك حللت. طبعا أنا إنسانة بصيب وبخطئ وزي ما قلت لكم أنا بحترم الباحث ما بسيب بكلامي هيك للباحث لأنه هو يمكن أتعمق أكثر مني بمجال إنه هو هذا دراسته. إنه هو بقول إنه يعني ماشي هو الهيئة العامة تبعته إنه هو إيش بيشبه الهرتزل. بس يا جماعة ما هي صهيونية، هي صهيونية مش مهم شو كان أصله مش مهم ديانته صهيونية. قلنا نحن بنعرف إنهم بيعتبروها شعب بني إسرائيل. لا التنويه ولا انه يهودي ولا انه هالهبل هذا شؤون كوهين وانه هو عشان جاب جثة هذا كل هالهبل هذا لا مش صحيح. هو سفياني من بني اميه يعني بيعتبر حاله من بني اميه بس برضه بقول انه مش سفياني انه بضلش ضمن السفياني عشان ما حدش يقول اني قيمت انه السفياني. انا هيك شفت بالاول بس لا، لانه انا سمعت حديث النبوي قصدي حديث المروى عن ال بيت النبوه عليهم السلام انه نحن ال بيت لا نوقت. مش معروف امتى بيجي مين هو الشخصيه علامات بس مش مؤقت. يعني هو مش يهودي ولانه بيعتبر حاله من بني اميه الفكر الاموي السلفنجي الاموي اللي شو اسمه اللي قتلوا آل بيت النبوة كراهية في آل محمد والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هم كانوا سبب في فتنة المسلمين وانحراف المسلمين عن نهج موالاة الإمام علي، مع العلم انه في صحابة شاركوا بهذا الشيء وهذا مقدسين عند السنة وخلاص انبياء هم من شريعة انبياء وكل الحكي. المهم يا جماعة هل هو يهودي؟ لا مش يهودي على فكرة. لاحظوا انه وقتهم بيمسحوا فيه الارض على الاعلام. يعني لو كان هو بينتمي لهم او له علاقة فيهم كانوا بيمسحوا فيه الارض وقت على الاعلام وبيحكوا انه هو بيحكي عنهم انهم مكفرين. طب احنا كمسلمين شو موقفنا من اليهود الغير مستعمرين؟ هل احنا بنعتبرهم مكفرين؟ احنا بنعتبرهم اهل الكتاب ما بنعتبرهم مكفرين. مع هم اصلا عقيدتهم مش كفريه، هم عقيدتهم توحيد انه الله، بس هم دخل فيها السحر وتزورت. دخل فيها السحر وتزورت ودخلت فيها الصهيونيه. واحنا طبعا موقفنا زي المسيحيين هم قتلوا الانبياء قتلت الانبياء قتلوا المسيح عيسى ابن مريم واساءوا باللفظ لمريم العذراء.
وقليلين ادب على الانبياء وبيقلوا ادبهم. احنا عندنا الانبياء معصومين، احنا عندنا معصومين ممنوع نتطرق لهم ولا بكلمه، وهم فعلا كانوا عايشوا حياتهم معصومين. مش النبي زكريا عياذا بالله عياذا بالله الزنا، والنبي موسى بصر شو عمل. هذا التخبيص والحقاره والسفاله هي كلها مش موجوده في ديننا، لانه احنا بنقدس الانبياء اللي هم انبياء معصومين، عندهم عصمه هم، ما بصير تسيلهم بالحكي. فقله الادب على الانبياء وقله الادب على مريم العذراء، وانه خلص راسهم الف سيف، مش مامنين انه، مش مامنينها معجزه. ليش مش مامنين؟ ما انتم بتامنوا بالله وجاب لكم موسى معجزه وانتم جحدتوا فيها، بدل رحتوا لحقتوا السامري. يعني شو لك امه بدها حلم الله؟ ما هذه هي. شو المشكله تحمل بمعجزه؟ ما الله قادر على كل شيء. وشو المشكله انه هم معصومين؟ هم معصومين، ما اسمهم انبياء، معصومين بروفيتس. هذا خلافنا زي المسيحيه معهم، بس هل هم عقيدتهم شركيه؟ لا. قبل ما تفوت المسيحيه الصهيونيه عقيدتهم ما كانت شركيه، كانوا عادي مسلمين، قصدي مؤمنين انه الله واحد احد بس. النبي موسى، هارون وكل التفاصيل هاي. فعشان هيك هل احمد الشرع يهودي؟ لا مش يهودي، واصلا بتوعهم بيسبوا وبيشتموا فيه على الاعلام. هو زي ما حكيت لكم بيعتبر حاله من آل سفيان، من نسب بني سفيان، بني أمية آل سفيان. برواية البيت النبوة هو من السفيان يسمى، قد يكون السفياني. فعشان هيك هي الفكرة. شقفة واحد مجرم، الرسول توعد الدعاديش اللي هم خوارج العصر السابق اللي خرجوا على الإمام علي وحاربوه، إنه والله لو أدركنهم لقتلنهم قتل عاد، يمرقون من الدين كمرق السهم من الرامية، فإن رأيتموهم فاقتلوهم فنأجل لمن قتلهم يوم القيامة. والرواية الأخرى عن الإمام علي في الجعفر الأعظم، رواية عن الإمام علي. الإمام علي اللي وصفهم أسمائهم كنى ونسبهم قرى. فهمتوا علي كيف؟ باختصار شديد يا جماعة، ماشي دعدوش مجرم يقتل لأجل القتل، بفهمش إنه الإسلام سماحة وحوار، وإنه إحنا في الله جابنا للرحمة والإيمان الإيمان، فيش هذا كله ملغي عندهم، فيش ملغي. تطرف الفكر متطرف الأحد. ما هم حدثاء السن سفهاء الأحياء، حدثاء السن سفهاء الأحلام. هم كلهم صغار، واللي كانوا يسرقوا يخطفوهم ويجبروهم على انهم يصيروا دعاديش هم كانوا صغار حدثاء السن. وخلص هذا يا بنقتل يا بصير دعدوش، مش انه والله عنده حريه الخيار ولا بده يختار. وجماعات اسلاميه حقيره ساقت الشباب بسبب كل الفتن اللي بتصير اليوم لهذا الكم الهائل من التشدد والانحراف الفكري عن الرساله الساميه عن الاسلام. الاسلام بعكس الاديان الاخرى جاءت في الغرب واصطلحت في الشرق. الإسلام جاء في الشرق وصح يصلح في الغرب، لأنه هلا الإسلام الحقيقي من المسلمين في الغرب. فهمتوا علي كيف يا جماعة؟ فهذه الفكرة باختصار، كنت حابة أربطها بمجموعة أفكار بتخص إنه كيف الفكر اليهودي، بس خلص هي ما فيش داعي أتطرق لها، يمكن في ناس إذا حابة تفهم في هذا المجال. لكن هذا شرشر زفت الطين هذا، لا هذا واحد تم التجهيز على إنه يخلف بشار الأسد، وهيك المخطط كان. بس هو مش منهم، مش من جماعتهم، هم ما بحبوش حدا اصلا. بالنسبه لهم انت اداه، انت ما يمكن يكون بحبوك او بيستلطفوك، انت بالنسبه لهم اداه. طب شو الرابط بينهم وبينهم؟ ليش بيحبوهم هم شرع؟ ليش بيحب اليهود؟ لانه بني اميه تحالفوا زمان مع يهود ضد النبي محمد. التاريخ يعيد نفسه. ولا تجدن أشد عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ودول المشركين. بني أمية كانوا مشركين، أقل قليلا اللي آمنت، قلة قليلا اللي أسلمت. أنا حضرت مسلسل قمر بني هاشم وفيه تحقيق تاريخ، إنهم جابوه من التاريخ. هذا ضل يركض أبو سفيان يترجع، أي حدا يترجع النبي يقبل يسامحه لأبو سفيان، وما قبلش حتى، وراح للإمام علي وقال له يا أبا الحسن طب خلي الحسن يروح يشفع لي عند الرسول. قال له هو قال له الحسن عليه السلام هو بيفهم بهذا الإشي؟ شو بيفهمه هو؟ هذا كان طفل لسه، طفل صغير. وسبحان الله لما كبر الحسن بن علي عليه السلام صلح بين فئتين مقتتلتين، بس كانت مهادنة مسالمة، ربي مسالمة، لأنه الخلاف استمر. ما هم قتلوا أخوه وهم كانوا على باطل، كيف بده يوليهم؟ هو الإسلام المسلم بحق بوليش الباطل على باطل، ولا بينافق على باطل، ولا بيهادن مع على باطل. هي مسالمة. لا يعني زي كأنه إنه بس حالة هولوكون بس. انما انا ما بسالم ناس على باطل، ما بسالم ناس فاسقه، ناس كذابه، ناس منافقه، ناس باعت دين محمد وارتدت عنه. فهمتوا علي كيف؟ فهذه الحديث يطول بخصوص هذا الامر. كيف راح تكون نهايته؟ اغتيال.
رح يختلوه، رح يتخلصوا منه، رح يلزقوها لواحد من السوريين ويقولوا انهم زهقوا منه وقتلوه خلص وانتهت مهمته. فليش هو اجى وليش هو راح؟ برجع بحكي لكم هذا السبب، هم متحالفين معهم تحالف لانهم هم الاثنين نفس العقيده ونفس التفكير. والصهاينه ما بحكيش عن اليهود، انا بحكي عن الصهاينه. الصهاينه مو نفس الشيء، مش مؤمنين مش مسلمين، مش مؤمنين يا ربي مش عندهم ايمان بالمره. نفس الشيء هذا الخنزير ما عنده ايمان، وعنده ايمان هذا ما عنده ايمان. اللحيه واحمد طب ما بجيب اي واحد بعطيه اسمه وبعطيه لحيه وهالهبل هذا وهالتخلف كلياته يعني. وهذا دليل ايمان ودليل تقوى ودليل معرفه ربنا ودليل وكل شيء بيطلع بلقح برمي. ولما كانت ايام الثوره حبيب قلبهم عبد الباسط الصاروت جايينك على كربلاء، عمين هو رايح على كربلاء؟ لمين رايح على كربلاء؟ رايح للحسين بن علي بن ابي طالب الناصبي اللي زقفوا له المسلمين. ياي ياي ثوره، ياي ياي ثوره. بياتهم انا كنت ضد من الاول لانه ايماني وقلبي بيقول لي انه هذا كله اللي عم بيصير مؤامره، وكل اللي عم بيصير عذرا بس عم بطلع على الكاميرا، وكل اللي عم بيصير مخطط لتدمير، وكله كان مخطط شر بشر. بس انا سبحان الله ما كان ربنا فاضح لي اياهم. كنت اشوف وكان اشي ينحجب وشي يستمر وفبركه وتزوير، بس ما كان الله فاضح لي اياهم لحد ما بعد ما خلصت. بعد هيدي قبل السقوط وقبل الاكتوبر، بس بعد بشوي اظن. ايش كان شفت بعيني؟ شفت بعيني عينك كنت عينك الخطاب التحريضي على قتل الاخرين اللي كله غلو وقذاره، وفوق كل هذا علنا معاداة لآل بيت النبوة، علنا. واي واحد في براسه ضايل ذره عقل بوليش هدول الناس الحثاله. ما انت لما بتوليهم ما انت زيهم ويتولوا فوق منهم، ما فيش تعاطف معهم، خليك بدك تتعاطف معهم، خليك تنحشر معهم، تنحشر مع اعداء آل بيت النبوه. كيف تحكي عن حالك مسلم وانت بتحبهم؟ كيف؟ مش فاهمه. كيف تحكي عن حالك مسلم وبتحكي انك بتحبهم، بتحب هدول اللي بيكرهوا آل بيت النبوه، بيكرهوا بنته وبيكرهوا ابن عمه وبيكرهوا لا احفاده وبيكرهوا يمكن خاف الله زوجته كمان خديجه بنت خويلد. تيجي تقولي طب ما اسمحنا ممكن اليهود هدول نعمل معهم مصالحه مع انهم يهود؟ هم قتلت الانبياء، ما قلت لكم قتلت الانبياء وهم بيسيئوا بالكلام للنبي، لا شو اسمه، للانبياء والرسول، والقران حذرنا منهم كثير. بس بالنهايه اندرجوا تحت مسمى اهل بيت، اهل الكتاب، اندرجوا تحت مسمى اهل الكتاب. برضه القرآن اتطرق كثير لإشراك المسيحية بغير الله وفكرة تجسيد المسيح عليه السلام. فالحديث يطول يا جماعة، عرفتوا كيف؟ فبتمنى لكم كل التوفيق. أي أول مرة بحياتي بطلع مباشرة، وكنت حابة أني أتطرق لمواضيع تانية غير هذا الموضوع، بس حبيت أني أحكي رأيي. يمكن هذا الشيء يعجبكم يمكن ما يعجبكم، فعشان هيك هي الفكرة. ما يعجبكم مش إنه والله إحنا جايين نحب حدا ولا نعجب حدا، لا. وعلى فكرة حملكم فيديو تاني أخطر وأهم. يعطيكم العافية.